السلام عليكم ورحمة الله. حصريا، الرئيس عبد المجيد تبون يضرب بقوة تحويل مدير الأمن الوطني فريد بن شيخ على السجن العسكري. التخابر ضد الرئاسة، مفاجآت مدوية سنتعرف عليها خلال هذا الفيديو. ولكن عزيزي المتابع، لا تنسى دعم هذا المقطع بلايك والاشتراك في القناة. يواصل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون حربه ضد الفساد والعصابة وكشف كل العملاء داخل وخارج البلاد، حيث كشفت وسائل إعلام محلية ودولية تفاصيل مثيرة عن تحويل مدير الشرطة السابق الذي أنهيت مهامه فريد بن شيخ على السجن العسكري بالبوليدة بتهم ثقيلة جدا تتعارض مع مصالح الجزائر في الداخل والخارج. وأصدرت المحكمة العسكرية في الجزائر قرارا بإيداع فريد بن شيخ المدير العام السابق للأمن الوطني إلى الحبس المؤقت على خلفية تهم ثقيلة تتعلق بالتآمر على مؤسسات الدولة عبر اتصالات مع مسؤولين فرنسيين وناشطين إلكترونيين بهدف شن هجمات منسقة ضد مؤسستي الرئاسة والجيش في الجزائر. وكشفت ذات المصادر أن فريد بن شيخ تم تقديمه أمام المحكمة العسكرية بالبوليدة، حيث استمر استجوابه حتى وقت متأخر من الليل من قبل قاضي التحقيق. شاركنا رأيك في التعليقات، والسلام عليكم ورحمة الله.